صباح الفل. دي واحدة بتستظرف. السلام عليكم. وعليكم السلام. مدرسة القلمر للغات. ايوه يا فندم، اتفضلي. لو سمحت، انا عندي حفيدي هيدخل ان شاء الله السنة دي كيجي. بكام في السنة؟ 20,000 يا فندم. طب 20,000 دي بتكون قبل الاغتصاب ولا بعد الاغتصاب؟ قفلت ليه؟ انا قلت ايه غلط؟ بتسأل عن أسعار مدرسة الكرمة. هل 20,000 قبل ولا بعد الاغتصاب؟ لا يا حبيبتي، أنا أقولك عشان أنا معايا الأسعار دي قبل الاغتصاب. بعد الاغتصاب لا، في أسعار تانية خالص طبعا. الناس اللي زي دي هم من يثيروا الفتنة الطائفية في مصر. بيقولوا لنا يا جماعة بطلوا عن الكلام وما تثيروش الفتنة، واحنا حلوين واحنا جمال. والنبي سيبوا مدارس الرهبان والراهبات للمسيحيين، لان احنا بنتعب قوي لما بندخل ولادنا المدارس وما بنلاقيش مكان، وانتوا نفسكم بتتعبوا جدا عشان المدرسة ممكن تقبل ولادكم ولا لا. مدارس الرهبان والراهبات مطلعة وزراء، مطلعة أعضاء مجلس شعب، مطلعة قامات كبيرة في الدولة المصرية. فبلاش نصطاد في الماء العكرة ونقول مدارس الرهبان والراهبات وحشة. سيبوها لنا. عندكم مدارس كتير، دخلوا أزهر. حلو الأزهر، جميل، ماله تعليم الأزهر. دخلوا تجريبي، دخلوا خاص، دخلوا مدارس مالية الدنيا. سيبوا الرهبان والراهبات حتى لو فيها اغتصاب للمسيحيين.